بس الادب. انا عايز صوره، انا عايز صوره، انا عايز صوره. يا ابو فهد يا جماعه بعد يا جماعه واحدة كده. يلا معلش واحدة براحتك. 13 اهي. خليك كده خليك كده. والله ما هتبقى والله ما هتبقى حلو يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن مباراة الأهلي وفاركو اللي انتهت طبعا امبارح 6-0. المباراة انتهت 6-0، 6 أهداف طبعا للأهلي. المباراة كانت يعني حماسية جدا، وكانت يعني بصراحة ممتازة جدا. وبرضو بيراميدز فاز امبارح على سيراميكا 5-1. طبعا الفريقين منافسين جدا، ان كان الاهلي او بيراميدز، ولحد الان يعني بنسبة 50 الدوري للاهلي او لبيراميدز. لحد الان لسه ما نقدرش نحدد. طبعا شفنا بعد المباراة رد فعل إمام عاشور كان عامل ازاي امام طبعا منظمين الاستاد لما فتح الباب، وكان معاه بنت تقريبا بنته كده صغيرة يعني. تمام، فشفته كده فتح الباب ازاي، وفي نفس الوقت برضو شفته يعني ازاي الجماهير كانت فرحانة بعد فوز الاهلي طبعا. وشفته برضو وداع علي معلول الاخير بالقميص الاحمر لنادي الاهلي، ودي كانت اخر طبعا كانت يعني بيودع كده لان خلاص هيتنقل. تمام، فده كان الوداع الاخير لعلي معلول بالقميص الاحمر.
وشفتوا ازاي كان امام عاشور يعني فتح الباب كده بقوة، وكان رد فعله عامل ازاي لما ما كانش منظمين اتحاد الاستاد عايزين يفتحوا له الباب. تمام. فطبعا معانا ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد المقبل هتكون مباراة قوية جدا، فهي اللي هتحدد مين هيكون بطل الدوري، بيراميدز ولا الاهلي. فالفريقين بصراحة أدوا أداء ممتاز جدا، ولكن يعني كانت مباراة الأهلي وفاركو، المباراة كان كلها أهداف، يعني كل هجمة للأهلي بهدف. تمام. يعني شوفنا احنا الهاتريك الرباعية، الأهداف كانت عاملة ازاي. تمام. 6-0 يا جدعان، 6-0. الأهلي غلب 6-0. الاهلي غلب فاركو 6-0. تمام. برضو ايضا بيراميدز فاز على سيراميكا 5-1. يعني كان لسه كمان لو المباراة وقت اطول كان هيبقى يعني قابل برضو لزيادة الاهداف. فزي ما قلت لكم لسه لحد الان طبعا يعني الدوري ما نقدرش نحسمه لمين، لان فارق نقطتين بس ما بين الاهلي وما بين بيراميدز. تمام. والاحد المقبل ان شاء الله هتكون برضو المباراة هتكون قوية جدا، فهي اللي هتحدد مين بطل الدوري المصري. يعني خلينا نقول بنسبة 80% ان شاء الله الدوري يكون للاهلي، وممكن الظن يخيب والدوري يبقى لبيراميدز. فزي ما قلت لحضراتكم عن الفوز الأهلي على فاركو 6-0. 6-0. تمام. والمباراة كانت امبارح، وبرضه كانت مباراة بيراميدز وسيراميكا. بيراميدز فاز 5-1. فهننتظر ان شاء الله طبعا كده، هو هنشوف ايه الاحداث المقبله ان شاء الله في المباراه الجايه، وهنتابع معاكم اول باول. فلو اول مره بتشوفوني اضغطوا لايك واشتركوا في القناه، وشيروا كده الفيديو لاصحابكم عشان طبعا يوصل لكم كل جديد. ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. وده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نختم نقول برضو مبروك لجماهير الأهلي، لجمهور الأهلي. ألف 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 مبروك لجمهور الأهلي، ألف ألف مبروك لجمهور الأهلي. الأهلي قدم مباراة ممتازة جدا. الأهلي فاز 6-0 على فاركو. تمام. بس زي ما قلت لكم هو الأهلي وبيراميدز فارق ما بينهم بس نقطتين، فارق بس نقطتين. وطبعا بالنسبة لعلي معلول فنتمنى له التوفيق في أي نادي يروحه. وده طبعا كان الوداع الأخير زي ما شفنا كده بعد نهاية المباراة. ودع جمهور الأهلي بالقميص الأحمر الوداع الأخير لعلي معلول مع الأهلي. وزي ما قلت لكم ده كان فيديو النهاردة، ما تنسونش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.